أهلا فيكم مرة ثانية وفيديو جديد. هذا الفيديو سيكون عن مسلسل المتوحش وانضمامات جديدة إلى كاست المسلسل. فبعد طبعا أن انتشرت إشاعات كثيرة حول توقيف وإنهاء المسلسل، خصوصا بعد التراجع الكبير في نسبة المشاهدة، ولكن المسلسل طبعا أنقذته مبيعاته في الخارج، ولكن هذا الإنقاذ لن يكون لمدة طويلة. فحسب آخر خبر كان من الصحفية بيرسن، أعلنت أن المسلسل غالبا سنودعه في نهاية هذه السنة أو في نهاية المنتصف الأول من الموسم الشتوي الحالي. وطبعا هم الآن يحاولون العمل على أن يتم العمل أكثر على كاس المسلسل، وأيضا على سيناريو لرفع نسبة المشاهدة وليستطيع المسلسل أن يحقق مبيعات أكثر ويستمر لمدة أطول. لحد الآن يتم الإعلان عن انضمام نجمين إلى كاست المسلسل. الخبر لحد الآن ليس رسمي 100%، ولكن هناك أخبار كثيرة وصحفيين أكدوا أنه في الغالب الخبر صحيح، وهو عن أن هناك مفاوضات مع الممثلة شيماء كوركماز وأيضا الممثل روحي ساري لينضما إلى كاست المسلسل وليجسدا والدي جسور، يعني والدة ووالد جسور في المسلسل. من أبرز أعمال مثلا شيماء كان لديها مسلسل إخوتي، وروحي اشتهر أكثر في مسلسل يمكن الأزهار الحزينة حينها، وأيضا شارك في العديد من الأعمال وكان ضيف شرف في الكثير من المسلسلات. عموما لحد الآن كما قلت الخبر ليس رسمي 100%، ولكن واضح أنهم يحاولون ويعملون جاهدا لتطوير المسلسل ولجعله يستمر لمدة أطول. شاركونا أنتم رأيكم بالموسم الجديد من مسلسل المتوحش، هل يستحق المشاهدة أم لا؟ وهل يستحق هذا الريتنج الذي يحصل عليه أم لا؟ وفي حال كان هذا الخبر صحيح، شاركوني درجة حماسكم وتوقعاتكم لهاتين الشخصيتين الجديدتين. طبعا كل شيء تحت في التعليق. خلوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس حتى يصلكم من كل جديدنا. أشكركم على المشاهدة وأشوفكم فيديو جديد. إلى اللقاء.